اكيد عشان نعمل اكلة حلوة لازم نديها توابل كده تخلي الطعم بالشعرة، وكلنا بنهيص في التوابل بتاعة الفراخ واللحمة. انسوا ده خالص، النهاردة هنعمل توابل لكل انواع الاكلات اللي ممكن تتخيلوها. اول حاجة هضيف معلقة من كل حاجة. هنا عندي معلقة من الكمون، معلقة من الخردل، معلقة من الحبهان، معلقة من القرنفل اللي هو المسمار، ومعلقة من الكزبرة، ومعلقة من الفلفل اللي هو الاسود الحبوب، ومعلقة من الشمر، وعود ونص من القرفة. وكمان هضيف 3 اللي هو نجمة اليانسون اخدت 3، واللي هو الشطة القرون الجافة، وكمان ورقتين من اللوري، ونص حبة من جوز الطيب. وهبدأ اللي انا اضيف كمان معلقة من الروزماري عشان لو استعملناها في المشويات تبقى مظبوطة. وهبدأ اللي انا ارفعها على النار. ناخد بالنا من درجة الحرارة كويس جدا. هنا انا عايزاها اقل درجة حرارة اللي هي زي الشمعة بالظبط. هنا انا بس عايزة اديها تحميصة. التحميصة دي بتفرق، اللي هي بتخلي الزيوت اللي في التوابل تبقى باينة كده وريحتها تبقى قوية. وكمان لما بحتفظ بيها بتفضل معايا اطول وقت. اول لما بشم كده ريحة التوابل خلاص ببدأ اللي انا ارفعها من على النار وبحطها في طبق كده، وببدأ اللي انا اضيف الملح. هنا انا عندي الملح الخشن بتاع الهيمالايا لو متوفر، لو مش متوفر خلاص هنستبعده وهنحط الملح في اخر خطوة خالص. هبدأ كده اللي انا اسيب التوابل بتاعتي تهدى، لان طبعا هي بتبقى متعرضة للحرارة، فما ينفعش اللي انا ابدأ اللي انا اطحنها دلوقتي عشان ما يبقاش تعجن معايا. فالافضل اللي احنا نسيبها تبرد تماما وبعد كده بنضربها في المطحنة. لو مش متوفر عندنا مطحنة بندقها بالهون بتدينا نفس النتيجة. التوابل دي حلوة جدا، هنستعملها في اللحمة، في الفراخ، في البطاطس، في البتنجان، في السلطات، بجد تنفع لأي حاجة. ما نتعبش بقى نفسنا للفراخ واللحمة، لا لا لا، خلاص التوابل دي هنستعملها. وكمان بيبقى طعمها حلو جدا. وهنا خلصت، يا رب الحلقة تكون عجبتكم.